ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. طبعا بقالنا اكتر من شهر ما بنزلناش حاجه على القناه، لان زي ما انتوا عارفين ان احنا في سيزون وموسم للتصوير. فطبعا احنا كنا مشغولين شويه، واول فرصه فضينا فيها اهو حبينا نعمل لكم فيديو ونشارك معاكم عشان يعني ايه، ما نبقاش بعيد بقالنا فتره. تمام. المهم معانا صورة النهاردة من سيشن أنا مصوره في اسكندرية. لأن لو انتوا متعرفوش أنا من اسكندرية، ده فندق سان رايز في سيدي جابر على البحر على طول. تمام. ومعانا القابل العسل دول يعني نقول بقى بسم الله ما شاء الله، ونبدأ نشتغل على الصورة بتاعتنا. درس النهاردة طبعا احنا هنشرح على كابتشر 1، وبعد كده هندخل نظبط باقي الصورة او نكمل الايديت بتاعنا على الفوتوشوب. لان كابتشر 1 انا بصراحة لسه جديد فيه، لسه منزله ما اتعاملتش فيه كتير قوي يعني. بس هو بسم الله ما شاء الله يعني برنامج كويس جدا وسهل وسلس، وان شاء الله يعني ايه هيبقى فيه فيديوهات كتير عنه على القناة. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ. عندنا اول حاجة هنا بيجيب لنا الاعدادات اللي انت مصور بيها هنا برضو زي الفوتوشوب. وعندنا كل حاجة زي الفوتوشوب: اكسبوجر، الهاي دايناميك رينج، كلاريتي، شارب، كل حاجة موجودة يعني. البرنامج بصراحة جميل جدا وسلس برضو، يعني في حاجات سهلة عن الفوتوشوب للناس المبتدئة هتفيدها يعني في الشغل جدا جدا. المهم السيشن ده كان الساعة تقريبا حوالي تمانية ونص، كانت الشمس شبه راحت. عشان كده احنا رافعين الايزو 800، الشاتر سبيد 1/200، عدسة سيجما ارت 85، فتحة عدسة 1.4 1.4. فطبعا السيشن ده هو يعني محتاج إضاءة عليهم، وورا محتاج ان احنا نقلل الهايلايت شوية حاجة بسيطة عشان الحتة اللي ورا دي التفاصيل اللي فيها تبان شوية وتبين. يعني احنا كل ما غمقنا اللي ورا كل ما الاشخاص اللي معانا في الصورة بدأوا يبانوا. تمام. اول حاجة احنا هنعملها هنيجي عند الاكسبوجر وهنرفع الاكسبوجر حاجة بسيطة كده 25. تاني حاجة عند الكونتراست هنيجي نقلل الكونتراست -25، نفس الرقم اللي احنا عملناه على الاكسبوجر هنقلله هنا. تمام. هيبقى ده عكس ده. هنيجي عند البرايتنس الإضاءة وهنرفعها حاجة بسيطة. طبعا احنا محتاجين نقلل الإضاءة اللي ورا، فاحنا مع بعض كده واحدة واحدة احنا كده ايه رفعنا الإضاءة على الأشخاص. تمام. عندك هنا الساتوريشن دوت بتاع الألوان، تشبع اللون في الصورة. تمام. لو سحبناه للآخر كده بقت أبيض أسود، ولو عليناه الصورة كده بقت أوفر، فهنخليه 8 كويس. تمام. هنيجي عند الدايناميك رينج، الهايلايت والشادو. هنيجي عند الهايلايت ونبدأ نقلل كده -30. كده الإضاءة بتاعتنا ورا اهو شبه اتظبطت شوية. تمام. طبعا برضو الأشخاص بتتأثر بكل الحاجات ديت بكل الإعدادات، فاحنا عشان كده علينا فوق الإكسبوجر والبرايتنس شوية عشان لما نقلل هنا يبقى برضو لسه في ايه إضاءة معانا. هنيجي عند الشادو ونبدأ نرفع الشادو كده بالشكل ده شوية. هنيجي عند الوايت ونبدأ نقلل شوية عشان درجة الأبيض اللي في الصورة معانا زي السحاب كده والسما بدأت تقل اهي. لا تعالوا كده اهو، ده كده بيفور، ده افتر اهو. بصوا الدرجة من هنا لهنا
بصوا هتلاقوا الشخص حتى اللي هنا بدأ يفتح شوية. تمام. العروسة نفس النظام. تمام. هنكمل بقى الصورة بتاعتنا زي ما احنا. هنيجي عند البلاك، هنقلله شوية كده، ليها -20. كويس. الكلاريتي هنقللها، هنخليها -8. وهنرفع دي العكس بالشكل ده. تمام. عندنا الشارب هنا 180، هنخليه 230 بالشكل ده. تمام. هنيجي على الستايل والبريسيتس بقى هنا. دي الكاستم ستايل، دي الحاجات اللي انت بتعملها بتشتغل عليها، لو عايز تسيفها بتتسيف بتبقى هنا. تمام. يعني دي حاجات انا كنت شغال عليها على الصور. تمام. طبعا كل الحاجات دي زي ما احنا عارفين مش بتشتغل على كل الصور، يعني كل صورة واعداداتها واضاءتها وكل حاجة مختلفة عن التانية، فمش هتبقى يعني ايه مناسبة مع كله. ممكن يبقى مناسب معاك على بعض الصور وصور تانية لأ. تمام. فاحنا يفضل ان احنا نشتغل يدوي، نعمل اللي احنا كل يعني على السيشن الاعدادات على اول صورة مثلا مناسبة معاه، وهنبدأ نسيفها ونشتغل بيها على نفس البريست على السيشن كله عشان يبقى كله واخد نفس التون ونفس الألوان. تمام. هنيجي هنا عند لاندسكيب وندوس عليها كده ونقفل كده. عندنا طبعا بقى في بلاك اند وايت، كولر اديتور بقى وشوية حاجات كتير. تمام. عندنا الشارب هنا، هنيجي ندوس على برو شارب. الصورة بس تتحمل عشان البرنامج تقيل شوية على الجهاز. تمام. ده كده البرو شارب، ده كده من غير شارب. طبعا يعني مش هتبان عندكم، بس ماشي، يعني هي عملت شرب حاجة بسيطة، مش شرب اوفر. تمام. هنيجي للخطوة اللي بعد كده، الألوان. تمام. هنا جايب لك نوع الكاميرا اللي انت مصور بيها ايه. ار بي كانون. الوايت بالانس هنا انا بخليه شوت على الوان الكاميرا. عندنا هنا بقى الالوان بتاعه الصورة. تمام. هنيجي نزود هنا اللون ده شوية، حاجة بسيطة. تمام. هنيجي عند الاورنج. الحلو هنا بقى في الكابتشر وان ان انت عندك هنا 3 حاجات تحت بعض للون. في الفوتوشوب بيبقى عندك آه 3 قوائم ان انت بتختار منها الالوان كلها، كل لون لوحده كده يعني. تمام. هنا عندك اللون اهو معاه ال3 درجات بتوعه كله على بعض. هنا الساتوريشن دي القايمة التانية اللي في الفوتوشوب، دي القايمة التالتة اللي في الفوتوشوب. فهنا هما حاطط الدرجات كلها تحت بعض اسهل شوية. تمام. هقول لك بقى اسهل في ايه واحسن في ايه. هنا الهيو احنا لو عملنا كده ده بيسحب اللون من الصورة كلها. تمام. هنا طبعا لو زودنا هيبقى نفس النظام على الصورة كلها بالشكل ده. عندنا هنا اللايتنج، انت لو عملت كده هو بيغمق اللون كله اللي في الصورة، ولو عملنا كده بيفتح اللون كله اللي في الصورة. فاحنا عشان درجة اللون دي موجودة على البشرة، فاحنا هنفتح اللايت بتاعها شوية، الإضاءة، وبالنسبة لدرجة اللون شوية هنزودها شوية
خليها 12 مثلا، 13، مفيش اي مشكلة عادي. تمام، هنبدأ نخش على اللون اللي بعده. الحلو اللي في الموضوع ان التلاتة تحت بعض بتاعة اللون الواحد، بتبقى انت يعني بتسهل عليك ان انت تظبط درجة اللون كلها وانت موجود في نفس القايمة، ما بتروحش تشوف قايمة تانية وتشتغل على اللون لون. تمام. اما نخش على الفوتوشوب هفهمكم برضو النقطة التانية دي ازاي. تمام، عندنا اللون الاخضر هنا، الزرع، الاضاءة بتاعته هنزود الاضاءة شوية، درجة اللون الهيو. عندنا هنا بقى الفستان، الإضاءة بتاعته عالية شوية طبعا، فاحنا هنقللها عشان اللون يبان معانا. هنا نفس النظام كده اهو، هيبدأ يبان معانا درجة اللون. نيجي هنا عند اللايتنج، نزود اللون الإضاءة شوية بتاعت البشرة، ويعتبر احنا كده شبه خلصنا الصورة على كابتشر وان. نيجي هنا نشوف بيفور وافتر. دي كده بيفور، طبعا انتوا شايفين كده الفرق اهو. شايفين الفرق طبعا، فرق ملحوظ جدا جدا جدا. تمام. لو عايزين نسيف البريسيت اللي احنا اشتغلنا عليه، بنيجي هنا عند البريست، ونيجي عند سيف كاستم ستايل، بيجيب لك كل الاعدادات اللي انت اشتغلت عليها، بيعمل لك عليها صح. فانت هتدوس سيف بالشكل ده. شوف انت عايز تسيفه فين عندك على الجهاز، وبيجي بيبقى هنا اهو. تمام، ده البريسيت اللي احنا شغالين عليه، نزل هنا. تمام، هنيجي نعمل اكسبورت للصورة بتاعتنا. بيجي لك هنا بقى انت عايز تسيفها جيبك، لو انت مش عايز تسحبها على الفوتوشوب يعني، آه، مكتفي بالكابتشر 1. الفول سايز ده بالجودة بتاعتها كاملة. عندك هنا لو عايز تسيفها بي اس دي ار جي بي بالالوان بتاعة الفوتوشوب، او تعمل بقى حاجة زيادة هنا وتشوف الاعدادات اللي انت عايز تسيفها عليها. انا عامل حاجة اضافية، ان الصورة تتسيف بي اس دي 18 بت اس ار جي بي، مساحة الالوان بتاعتها اس ار جي بي مش ار جي بي. تمام. هاجي هنا هدوس اكسبورت ايمج، هسيف الصورة وافتحها على الفوتوشوب وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهو على برنامج الفوتوشوب، نفس اعدادات الصورة اهو. بعد ما اتسيفت واتفتحت على الفوتوشوب بنفس الالوان بتاعتها بنفس الاعدادات بكل حاجة، مفيش حاجة اتغيرت. تمام. هنيجي نعمل زوم كده شوية، عندنا في هنا حباية هنبدأ نشيلها. تمام. شوف لو في حاجة تانية في البشرة هنبدأ. طبعا العريس كده كده اوت اوف فوكس، فمش هيبقى التركيز عليه، هيبقى التركيز على العروسة اكتر. تمام. هو كده كده العروسة بشرتها بسم الله ما شاء الله يعني كويسة، فمش محتاجة ان احنا نعمل حاجة كتير، فاحنا يدوبك هنعمل تنعيم بسيط فريكونسي
هنيجي هنا استأذنكم هقفل الفيديو بس لغاية لما الأذان يخلص وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني مع الصورة بتاعتنا بعد ما خلصنا الفريكونسي بالشكل ده. بسيط جدا، ما حبناش ان احنا ايه نزود. لازم الصورة بتاعتنا تبقى بشكل طبيعي. هنعمل دمج للاتنين مع بعض كده، وهنبدأ نصغر الصورة بتاعتنا بالشكل ده تاني، ونبدأ نشوف الصورة ناقصها ايه. ممكن هنا الألوان بقى، عندنا البلاك، درجة الأصفر، كده احنا عدلنا شوية في درجات الألوان، وعملنا frequency separation، وظبطنا الهايلايت والكونتراست والاكسبوجر. تمام. بس هنا طبعا عدلنا الألوان بشكل احنا متعودين عليه، ويعني درجة الألوان هنا بتبقى على الفوتوشوب بتبقى مختلفة شوية، أو يعني عشان احنا متعودين عليها فاحنا مش بنعرف نطلع درجة الألوان زي هنا زي هناك طبعا، عشان لسه جديد في الكابتشر وان. فطبعا هنا اهو كده تمام. هنعمل دمج
الصورة بتاعتنا كده، وهنيجي هنا عند فلتر شارب، هنعمل شارب كده بسيط. تمام. وهنيجي عند العروسة وهنبدأ نعمل دبل لاير كده. هنحدد السنان. بالشكل ده، وهنيجي نفتح كاميرا رو فلتر. طبعا ده تأثير الفلاتر بقى والإضاءة والألوان اللي احنا عملناها، فاحنا لازم نعالج الموضوع قبل ما نقفل الصورة. هنيجي هنا هنفتح اللون الأورنج سيكا، واليلو بدرجة مثلا 38. هنيجي هنا عند ساتوريشن، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه على كابتشر وان. بقى عندك هنا الألوان اهي، كل قايمة فيها الألوان منفصلة، فأنت عشان كل حاجة تعدلها بتروح بقى من كل قايمة لقايمة. في كابتشر وان التلاتة تحت بعض، فأنت بيسهل عليك الموضوع جدا. تمام. هنعمل كده اهو بالشكل ده، وندوس اوكي. موضوع بسيط، مفيهوش اي حاجة. خلصنا كده الصورة بتاعتنا. طبعا لو شايفين ان هو مثلا بعد آه، ما خلصنا ان هو مثلا احنا مقفورين فيه، احنا ممكن نقلل من هنا الاوباسيتي بتاعه شوية، بس هو ما كويس، ما زودناش. تمام. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وهبقى اسيب لكم لينك السيشن على البيج في الديسكريبشن تحت، لو عايزين تخشوا تتفرجوا على السيشن كامل. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.